أعزائنا أصدقاء قناة خلي حياتك معنا، أهلا بكم. وأخيرا انتهى ماراثون الثانوية العامة. الحقيقة يعني أنا حابب النهاردة أن أنا أشارك حضراتكم في اللي حصل ورصدته في آخر يوم من الامتحانات. يعني نشارك بعضنا كده ونشوف إيه دلالة ده. والحقيقة آخر يوم أنا طلعت كده حبيت أشوف إيه اللي ممكن يكون حصل، وأشوف ردود أفعال الشباب والناس في الشارع في نهاية الامتحانات. الحقيقة أنا شفت أحلى وأجمل مشهد سينمائي يجمع ما بين الكوميدي والتراجيدي، كل حاجة، مشاعر مختلطة. أول ما اتفتح الباب أنا شفت الشباب وهو طالع من اللجنة. في شباب كان يعني بيصرخ بكى هستيري، في اللي كان بيضحك ضحك هستيري، مشاعر مختلطة. في شباب بيجري ورا بعضه معرفش بيجروا ليه. في شباب ماسك اللي هو بتاع التلج ده بتاع الافراح وعمال يرش على بعضه. في شباب متفقين مع عربيه فيها سماعات ودي جي واشتغل اغاني وكأنه فرح. الشارع وقف، المرور وقف. وعايز اقول لكم يعني عادة احنا لما بيبقى واحنا في عز الصيف في التوقيت ده لما بيقف الشارع، لان الشباب قفل الشارع، المرور لما بيقف الناس بتنزل تلاقي العربيات عماله بيب بيب تزمر كده لبعضها، والناس بتتخانق، وممكن نسمع شتايم وخناقات، وعشان الناس عايزه تعدي مش عايزه الوقفه دي. الحقيقة يا جماعة أنا شفت إنه لما الشارع وقف والمرور وقف، العربيات مع إن واحدة الظهر، يعني احنا داخلين على واحدة خلاص أذان الظهر، لا ما في، الناس قاعدة بتتفرج على الشباب وهو بيعمل المشهد ده اللي أنا بقول لكم عليه. بل إني ابتدت الناس عربيات كلاكسات بتشارك الشباب وهو بيرقص وبيفرح بنهاية الامتحانات. بل اني ببص كده في المدرسة اللي انا يعني شفتها في عمارة كده، فسيدة بتزغرط بتفقع زغروطة يعني تلقائي، بتشارك مشاركة مجتمعية، بتشارك الشباب. معرفش بقى ايه ظروفها مع جوزها دي لما يعني يسمع انها عملت القصه دي. انما يمكن الحاله الوحيده اللي انا شفتها وفاجئتني الحقيقه، حد من الشباب كان ورا كده بموتوسيكل وابتدى يعمل اللي هو طبعا لازم نبقى عارفين اللغه اللي هو ايه، عمل غرزه كده وبتاع وطلع. انا قلت بس ده هيبقى فيه مشكله مع الشباب لانه واقفين المرور كده وعايز يعدي، هيزعق هيعمل هيشتم هيقول حاجه هتحصل يعني. فركزت معاه. تخيلوا عمل ايه، وشاب 30 يعني مش شاب صغير ولا حد كبير، يعني في الثلاثينات من عمره تقريبا يعني. انا لقيته بعد ما طلع كده قدام راح سند الموتوسيكل بتاعه ونزل بيعقب. عارفين انتوا اللي هو فاهميني يعني، اللي هو كده وينزل ويطلع مع الشباب يعني ويمكن هو ما اعرفش يعرف حد ولا بيشارك. الحقيقة المشهد ده كله يا جماعة ايه دلالاته؟ يعني احنا لما نقول ممكن نطلع من ده بايه؟ من وجهة نظري انا المتواضعة، نمرة واحد، الدلالة الاولى ان الثانوية العامة بتمثل كبت رهيب مش بس للطلبة، كمان لاولياء الامور، لان اللي زغرطت دي ما اكيد وممكن يكون معاها ابن او معاها ابن اخت او ابن اخ او معاها حد او ما معاهاش، لكن هي
شاركت الفرحة بتاعت الشباب. اللي كان بيضرب كلاكسي ده بيشارك، ما ممكن يكون برضو أب أو عم أو خال أو مع حد. الشاب اللي نزل يعقب ده، ما هو أكيد ده حد سنه مش صغير، كبير بيشارك. ده دلالته انه ده كابتن الناس دي كلها، وان بنهايه الامتحانات دي الناس فرغت شحنه وفرغت طاقه كبيره. هل هتفضل الثانويه العامه مصدر من مصادر الكبت والاحتراق النفسي، وانه لما تخلص يحصل ده وتبقى سبب في ان الناس تبقى نفسيا حاصل ده؟ يا ريت الناس تشاركني في التعليقات رأيهم. الدلالة الثانية، الشعب المصري ده شعب عظيم بجد بجد، ان احنا بنشارك بعض ألمنا وأفراحنا. انه الست اللي زغرطت دي والراجل اللي نزل ده والناس اللي ما تنرفزتش وزعلت في توقيت عز جهنم الحمراء والصيف ده، وابتدت انها تشارك، الناس بتشارك بعضها الفرحة. الشعب المصري ده اللي دايما في ناس بتصفه بانه شعب همجي وانه شعب بلطجي، بالعكس، اعظم واحلى شعب في الدنيا هو الشعب المصري اللي بيقف مع بعضه في كل اوقاته وفي كل مشاعره. تحية كبيرة للشعب المصري العظيم. هل في دلالات تانية؟ لو في دلالات تانية أرجو إن كنتوا تشاركوني الدلالات دي وأشوفها. وأنا الحقيقة كنت سعيد جدا جدا بالتعليقات على الفيديو اللي فات، ويمكن رديت على معظمها، وبعتذر لو في حد أكون يعني مثلا ما ردتش عليه، لكن بالفعل كان كلام طالع من القلب وأنا شاركت حضراتكم فيه. الحقيقة برضو قبل ما انهي الفيديو بتاعي حاسس انه من الضروري جدا، احنا على فكرة رحنا صححنا ان واجب عليا ايام 5 و6 رحنا صححنا مادة الكيمياء. الحقيقة حابب اطمن حضراتكم انه النتيجة كانت بصفة عامة كانت نتيجة مبشرة، نتيجة مطمئنة الحمد لله. ان شاء الله يا رب كل الشباب يعني يحقق امانيه ويحقق احلامه. واولياء الامور حبيت اطمنهم انه ان شاء الله النتيجه هتطلع كويسه وهتطلع بفضل الله قريب. اطمنوا، ابنائكم جابوا نتائج ان شاء الله كويسه يا رب ان شاء الله دايما. وعقبال كده النتيجه في كل المواد تطلع ان شاء الله زي ما بتتمنوا، وابنائكم تشوفوهم في اعلى المناصب وافضل الكليات ان شاء الله. حاجه كمان حابب اقولها قبل ما انهي. في بعض الناس بتسالني على جزئيه الثانويه العامه، انه اللي خلص اعدادي ده هل هيخش الثانويه العامه القديمه ولا هيخش اللي هي البكالوريا؟ ايه دي انهي احسن وانهي افضل؟ ولو دخل ثانويه عامه ايه الفرق ما بين العلمي والادبي؟ وهل هخش علمي ولا هخش ادبي؟ ده الحقيقه ان شاء الله هيبقى عنوان الفيديو القادم مع حضراتكم. كنت سعيد النهارده ان انا شاركت حضراتكم بسرعه كده ما رصدته من نهايه امتحانات الثانويه العامه. دمتم بكل الخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.